ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انا دينا السيسي، والنهارده هقدم لكم حلقه جديده من مطبخي هنتعلم فيها مع بعض ازاي نعمل طريقه الممبار المشطشط. تحفه. من الاكلات الشتويه الجميله جدا. الشتا دايما بيحب الحاجات السخنه كده اللي بتدفي، والممبار بجد من الاكلات اللي انا بحب اكلها في الشتا جدا جدا جدا. عملته بطريقه سهله وبسيطه. انا كنت في اليوم ده اصلا مش قادره اعمل اكل، فاستسهلت الممبار، فقلت خلاص انا هعمله، مش هياخد مني وقت خالص. وكل مكوناته كمان متوفرة في البيت، حتى لو انت يعني حبيتي فجأة كده تعمليه، مش هيحتاج منك انك تنزلي تجيبي طلبات مخصوص، لا خالص. خلينا قبل ما نبدأ في الفيديو اطلب منكم، لو انتوا اول مرة تشوفوا قناتي يا ريت تعملوا لي سبسكرايب، هندوس على الزرار الاحمر الموجود تحت الفيديو. ولو اتفرجتوا على الفيديو لقيتوا ان هو عجبكم، يا ريت تعملوا لي لايك وتعملوا شير للفيديو مع صحابكم عشان يشوفوا طريقتنا المميزة جدا 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 في طريقة عمل الممبار التحفة اللي احنا شايفينه قدامنا ده. حابه تخليه مشطشط اوكي، حابه تخليه عادي يعني مش سبايسي، عندك اطفال هياكلوا منه. دي تبقى من اختيارك، التتبيله والخلطات هنشوفها دلوقتي مع بعض. يلا بينا نكمل الفيديو بسرعه عشان نعرف هنحتاج ايه عشان نوصل للشكل التحفه اللي احنا شايفينه ده. المقادير بتاعتي انا هنا مستخدمه نص كيلو ممبار. خلطة الممبار بتاعتي عبارة عن نص كيلو طماطم، عليها نص كيلو بصل، ضربهم في الخلاط مع معلقة فلفل أسمر، معلقة ملح، ومعلقة كمون، ومعلقة كزبرة ناشفة، معلقة توم باودر، ومعلقة بصل باودر، وأهم حاجة معلقة النعناع الناشف، بتفرق جدا في أي خلطة محاشي. جربوها وبجد هتدعولي، جميلة جدا جدا جدا. وضايفة عليها 4 معالق زيت. دول كوبايتين رز مغسولين ومتصفيين كويس، انا مش نقعاهم، انا غسلاه ومصفياه بس. وعندي هنا كزبره وشبت وبقدونس. الممبار شايفينه نظيف وزي الفل وابيض ازاي. يلا بينا بقى دلوقتي عشان نعرف احنا وصلنا للشكل النظيف قوي ده ازاي. هنشوف دلوقتي ازاي ننضف الممبار. انا منضفاه وغسلاه، بس هوريكم انا عملته ازاي. ده حجم الممبار بتاعي، انا مش بحبه ان هو يبقى كبير قوي، يعني بقصه دايما بيبقى الحجم ده. انا بقلب الممبار زي ما احنا شايفين، باستخدام طبعا الحنفية. نشوف تاني، بصوا انا بعمل ايه. بحط صوابعي كده، تمام، وبلف لجوه، وبعد كده بحطها تحت الحنفية. قوة ضغط المية بقى هتقلبهولي كل ناحية من اللي انا قلبتهم. بجيب السكينة بظهر السكينة وبقعد اكحت الممبار. بس انا غالبا الجزار هو اللي بيعمل لي الحركة دي، فانا لما برجع البيت بس بنقعه ساعة في خل وملح ودقيق على الناحيتين. يعني بغسل الممبار ده 3 4 5 مرات كمان. اهم حاجه في الممبار ان احنا نغسله كويس جدا جدا جدا، ونسيبه بقى يتصفى عشان ينزل اي ريحه فيه مش كويسه. يبقى بنجيب الممبار ونقطعه الحجم اللي احنا عايزينه، وبننضفه على ناحيتين زي ما اتفقنا، بنقلبه بالطريقه اللي احنا شفناها في الفيديو، وبنكحته بظهر السكينه. وبعد كده بنسيبه منقوع ساعه في ملح وخل ودقيق، بعد كده نشطفه ونسيبه يتصفى كويس. اجيب بقى دلوقتي كل المكونات بتاعتي احطها على بعض. الخضره بتاعتي اللي هي شبت وكزبره وبقدونس، وخلطه المحشي اللي هي نص كيلو طماطم، عليها نص كيلو بصل، على معلقه ملح، معلقه فلفل، معلقه كمون، معلقه كزبره ناشفه، معلقه بصل باودر وتوم باودر، واهم حاجه معلقه النعناع الناشف، و4 معالق زيت. الزيت بيخلي الرز بتاعي مفلفل وما يبقاش معجن جوه الممبار. وهضيف الرز المغسول والمتصفي، انا مش بنقع الرز بتاع المحاشي خالص، بغسله وبصفيه على طول وبضيفه. الخلطه بتاعتك لو انت حاسه ان هي محتاجه صلصه، ممكن تضيفي لها معلقه صلصه. لو انت حاسه ان الطماطم حمرا كفايه خلاص. انا بعد ما اقلب دلوقتي هشوف اذا كنت محتاجه اضيف معلقه صلصه ولا لا. بصراحه اللي عامله لي خلطه المحشي دي مامتي، خلطه الممبار، عشان انا كنت لسه جايه من مصر قريب وهي عملتها لي ومجهزاها لي، فانا ضفتها على طول. لكن انا دايما بشوف ماما بتعملها كده، وانا دايما لما بعملها كده، بس دي ماما هي اللي عاملاها لي. تسلم ايدك يا ماما. هقلب الخلطه بتاعتي. لا انا حاسه ان الخلطه بتاعتي محتاجه اضيف لها يعني معلقه صغيره كده من صلصه الطماطم. يعني حاسه ان انا لو ضفت لها معلقه صلصه طماطم لونها هيبقى احمر اكتر. تعالوا بقى دلوقتي نضيف صلصه الطماطم.
ده نوع الصلصه اللي انا بستخدمه، صلصه العين، او متوفر هنا طبعا في كل الاماكن. ده النوع اللي انا بحبه. وكمان الميزه بقى فيه ان هو مش بيحتاج انك تحطي صلصه كتير عشان توصلي للون اللي انت عايزاه. معلقه متوسطه زي اللي احنا شايفينها دي بتبقى بتقضي الغرض جدا جدا، وبتوصلك للون اللي انت عايزاه. اللون بتاعها حلو يعني. في فيديو تاني ان شاء الله هنعمل مع بعض ازاي نشيل خلطات المحشي وخلطات الدقه اللي هي الشطه، عشان في كذا حد سالني عليها. ان شاء الله هنعمله في فيديو تاني. خلاص كده تمام. شفنا معلقه الصلصه المتوسطه فرقت ازاي في اللون. بجد الصلصه دي تحفه يعني. انا هنا في الامارات استخدمت كذا نوع، بس صلصه العين بجد هي اللي ريحتني جدا. كمان احلى من هاينز. انا بقى هنا حشيت الممبار وسبت كام واحده كده عشان نحشيهم مع بعض. بصوا انا دلوقتي ده الممبار بتاعي. انا هفتحه بصباعي الاتنين شايفين اهو، وبجمع الرز بايديا التانية وبحشي الممبار. تمام شايفين انا ماسكه فاتحه الممبار بصباعي الاتنين، وبدخل بايدي التانية وافرد الرز جوه الممبار. الممبار ما بيحبش رز كتير، لازم الممبارة تبقى مبططة خالص ومطلعين منها كل الرز الزيادة. هنشوف دلوقتي. بحشي الرز وبطط. اهم حاجة الورق الممبار عندي يكون متبطط خالص، ما يبقاش الرز فيه كتير عشان ما يفرقعش مني. نخلي بالنا من النقطة دي كويس. شايفين انا ببطط خالص الرز ازاي؟ نبطط الرز خالص. بصوا يعني ده سمك الممبار بتاعي، فردت الرز كله جواه، بيبقى بالسمك ده بالظبط. شايفين الممبار مش بيحب رز كتير علشان ما يفرقعش مننا، والرز كمان ما يبقاش معجن جوه الممبار. ممكن نعمل واحده كمان علشان نشوف الطريقه. ادي الممبار انا فتحته بصباعي الاتنين اهو زي ما احنا شايفين. نعمل زوم. ابتدي بقى احشي وازق الرز جوه الممبار، يعني احشي وازق الرز جوه الممبار علشان يتفرد معايا. انا دايما بحب اقطع الممبار يعني حجم متوسط، ما يبقاش كبير قوي ولا صغير، مش بحب الحجم الكبير. احشي وابطط زي ما احنا شايفين كده. لون الخلطة وريحتها بجد تحفة 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 جدا يعني. انا دايما بحب اعمل الممبار الخلطة بتاعته تكون على البارد، يعني مش بتتحط على النار. مش بعمل الطماطم متسبكة، لا خالص، بعملها على البارد. بضرب في الخلاط طماطم والبصل والبهارات كلها، وبعد ما بفضيهم بقى في طبق بضيف عليهم 4 معالق زيت. الزيت ده تكة مهمة جدا، بيخلي الرز ما يعجنش ويبقى مفلفل كده جوه المحشي. ومن الحاجات برضو اللي بحب اعملها التسبيكه بتاع الخلطه بتاعتها على البارد. الكرومب بحب برضو اعمله على البارد، مش بحب ان انا اعمله متسبك. شايفين نحشي بقى. تمام. وافضي الزيادات كلها وافرد. اهم حاجه ان انا افرد. انا مش عايزه اسرع الفيديو خالص علشان دي التكات المهمه في الممبار. يعني الممبار حاجتين: خلطه حلوه جدا جدا جدا، وتاني حاجه ان احنا ازاي نفرد الممبار جوه الرز جوه الممبار زي ما احنا شايفين كده. الجلافز بس بيزحلق شويه. ولو انتي بقى عايزه تعملي خلطه الممبار بتاعتك سبايسي زي كده، هتحطي في الخلاط وانتي بتضربي البصل والطماطم هتضربي معاهم فلفل احمر او فلفل اخضر حامي. انا ضربت احمر واخضر الاتنين. تمام. يبقى هنحط طماطم وبصل. نص كيلو ممبار انا حطيت عليه نص كيلو طماطم، نص كيلو بصل، معلقه ملح، معلقه فلفل، معلقه كزبره، معلقه كمون، معلقه بصل باودر وتوم باودر، ومعلقه كبيره نعناع ناشف. وضربت معاهم كمان 2 فلفل احمر حامي و2 فلفل اخضر حامي، اللي هو بقى المصري البلدي بتاعنا ده. تمام كده. تمام خلصنا. يلا بينا بقى نروح على النار ونشوف هنعمل ايه. حطيت حلة مية بتغلي على النار،
بلاش نملى حلة المية كتير قوي علشان ما تفرش مننا. يعني نحاول تبقى الحلة مليانة 3/4 كده. هحط عليها بقى نص بصلاية ونص طماطمية ونص جزراية وفلفل وحبهان وورق لورا علشان نطعم الممبار. انا من الناس اللي برمي شوربة الممبار، يعني عمري ما بشربها خالص. ولا انا ولا محمد مش بنشربها. بس دايما لازم انكه الشوربة علشان الممبار وهو بيتسلق ما شمش اي ريحة زفارة، وكمان يتطعم من الشوربة بتاعتي. هنزل بقى دلوقتي بالممبار زي ما احنا شايفين، انا بمسكه من الاطراف وبنزله في الحلة بتاعتي. تمام زي ما احنا شايفين كده. هفضل بقى انزل في الممبار واحده واحده، بلاش ننزل الممبار كله مره واحده، لا طبعا هيعجن مننا وهيلزق في بعض. لازم ننزل الممبار واحده واحده، ونحاول ان احنا ننضف اي رز زياده عليه علشان ما يعجنش مني في الشوربه. حطينا في الشوربه يعني ممكن نص بصلايه، او انا ما كانش عندي بصل صغير، لو انت عندك هتضيفي بصلايه صغيره وطماطمايه صغيره ورق لورا وحبهان وفلفل اسمر. ونفضل ننزل بالممبار بتاعنا زي ما احنا شايفين كده. اهم حاجه الممبار بتاعي قبل ما انزله في الشوربه ما بقاش يعني افضل ان انا انضف الرز من عليه كويس جدا علشان ما يعجنش معايا. الممبار بتاعي بعد ما اتسلق خد مني حوالي نص ساعه. ازاي بنعرف ان الممبار اتسلق؟ من الرز بتاعه، بندوق الرز بتاعه، لو لقيناه استوى يبقى خلاص كده تمام. بنصفيه من الشوربه بتاعته ونسيبه يهدى خالص. انا كمان دخلته التلاجة عشان اتاكد ان هو برد تماما. بلاش نحمر الممبار وهو سخن علشان ما يفرقعش مننا ويبقى محتفظ بنفس القوام بتاعه. وبعد كده حمرته في الزيت بطريقه تقليديه وقدمته زي ما احنا شايفين مع سلطه الطحينه وسلطه الحيتي. سلطه الحيتي انا كنت قدمتها عندي في القناه، هنزل لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. شايفين طبعا الشكل بيتكلم عن نفسه، تحفه وجميل جدا ومشطشط بقى ومدفي في الشتاء. واتمنى تجربوه بطريقتي. انا عارفه ان انتوا كلكم شاطرين وبتعملوا الاكل احسن مني. اتمنى تكونوا استفدتوا لو 1% من الفيديو بتاع النهارده. وان شاء الله تجربوه بطريقتي ويعجبكم وتكتبوا لي رايكم في الكومنت تحت. وما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب دينا سيسي، ولايك لصفحتي على الفيسبوك دينا سيسي كيتشن، وفولو لصفحتي على الانستجرام دينا سيسي كيتشن. واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديد قريب جدا. باي باي.